هل تعلم أن هذه الصومعة المتميزة توجد في مدينة تستور التونسية؟ وتحمل إرثاً أندلسياً يعود إلى أكثر من 4 قرون. إنه جامع تستور الكبير، الذي شيد سنة 1631 ميلادية خلال الفترة العثمانية على يد محمد طغرينو، أحد المهاجرين الأندلسيين الذين استقروا بالمدينة. تتميز مأذنته التي يبلغ ارتفاعها حوالي 22 متراً ونصفاً بزخارف مستوحاة من العمارة الأندلسية، وتضم ساعة فريدة من نوعها، إذ تدور عقاربها من اليمين إلى اليسار خلافاً للساعات التقليدية. وكثيراً ما يفسر البعض هذا الاختيار برمز إلى حنين الأندلسيين إلى موطنهم الأصلي الذي يقع غرب تونس، أي إلى اليسار على الخرائط المتداولة. غير أن هذا التفسير يبقى من الروايات الشائعة التي تضفي على المعلم مزيداً من السحر والغموض، التي وجدت لها موطناً جديداً في تونس، وعلى حضارة تركت بصمتها في العمارة والذاكرة إلى يومنا هذا.